يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح السكر، صباح المانجا، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا صلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. بتعملي ايه حلو النهاردة يا متغري؟ صحينا بدري وبعت ابني جاب فطار. هنعمل فطار ايه؟ فطرنا فول وطعمية وخيار وطماطم والحمد وبيض، والحمد لله كان احلى فطار. وبعد ما فطرنا والحمد لله قلت عشان قبل ما اروح عند مرات اخويا، انتوا عارفين ان مرات اخويا والده وبروح كل يوم شويه، قلت هنروق الطرقه ونعمل حاجه كده. والوقت عملت الطرقه بالزعافه، والوقت بمسحها وبعد كده هتتكنس وهتتمسح وهنغسل البلاط. طبعا يا حبايبي انا قايله لكم الفيديوهات اللي فاتت بنعمل حاجه على دخلة رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وربنا يجعلها سنه سعيده عليكم يا رب، ويخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا، وتفضلوا منورين القناه بتاعتي ومنورين حياتي. والوقت طلعت ايمن على السلم عشان يغسل البلاط حلو، ودوت حته فايبر كده حاطينها عشان دي المسقط، عشان ما فيش حاجه تخش لنا وكده. وبعد ما دعكوا ملوت له ميه وعمال يغسلها، وما شاء الله كان روّقنا الطرقة وتغريد كنساتها ومساحاتها وكانت جميلة. قومي يا حبيبة قلبي كده اتشجعي، إحنا عارفين، أنا عارفة والله إن أنتم كلكم ستات بيوت وشاطرين وحلوين وبتروّقوا وبتعملوا كل حاجة، بس بنتشجع مع بعض، بندعم بعض. أنتِ تشوفيني باعمل إيه تقومي تشجعي، أنا أشوفِك بتعملي إيه. ماشي يا حبيبتي أنتِ وهي، متنسوش يا حبايبي دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. متابعيني حبايب قلبي ربنا يخليكوا ليا يا رب وما تحرم منكم ابدا. ومن كل واحده علقت لي تعليق حلو، كل واحده علقت لي بتقول لي ايه مبروك على المولوده الجديده، الف مبروك، ربنا يقومها بالسلام. ربنا يخلي كل واحده علقت لي تعليق حلو، ربنا يكبر بخاطرها يا رب زي ما جبرت بخاطري، ويفرح قلبها يا رب، ويدي كل مشتاق ويدي كل واحده، ربنا يفرح قلبها يا رب باللي هي عايزاه ويرضي الكل. والوقت بقى تغيد عمالة تمسح وتكنس وتمسح، وأنا أقول لها عيد عليها تاني. خلاص يا ماما والله مسحتها قبل كده، قُلت لها لأ، غيّري بس المَيّة وعيدي عليها تاني. وأنا قاعدة لقيت مرات أخويا بتتصل بتقول لي: "يا عمتو تعالي عايزاكِ." "في إيه؟" قالت لي: "بس تعالي عايزاكِ هنتغدى مع بعض النهارده." وهُم طبعًا عارفين أنا باعرف السمك وأنا اللي باروح أشتري السمك. قُلت لها: "خلاص ماشي هاجي." ادّتني فلوس ورُحت عشان أجيب السمك، وما شاء الله السمكة ديّة بألف هنا لكل اللي كَل منها، كانت جميلة جمال، كانت سمينة وكُلّاتها بطاريق، كانت تحفة. السمكة دي جِبتها ب70، كان بيقول لي ب75 جِبتها ب70، وما شاء الله كانت سمكة حلوة أوي. كل شوية أتَّكّ عليها تطلّع بطاريخ، أتَّكّ عليها تطلّع بطاريخ. زي ما أنتم عارفين إن أنا لازم أغسل سمكية سمكية تحت المَيّة، وأعيد عليها تاني وأغيّر المَيّة. ماشي يا حبايب قلبي، دايمًا على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله. صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. طبعًا والله مرات أخويا لمّا اتصلت عليَّ ما رضيت أزعّلها، وفعلًا رُحت وخدت منها فلوس، ورُحت جِبت السمك وجِبت خيار وجِبت طماطم وجِبت ليمون، وجِبت كل حاجة حاجة السمك. ما شاء الله السمكة دي ما شُفتش في حلاوتها، كانت مليانة بطاريق، كل ما اتَّكّ على سمكة تطلّع بطاريق، بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منها. وديّة دلوقتي واللي بتغسل الرز ديّة أختها أم معتز، قُلت لها اغسلي الرز حلو. كل واحد كان بيعمل حاجة، أنا والله ما رضيت أقرُص عليها عشان هي برضك الشهر الجاي هتولد، ربنا يكمّل لها يا رب على خير ويخلّي لها المولود يا رب. قُلت لها اغسلي الرز، ورجعت عملت هي السلطة، وأنا قُلت لهم هاعمل أنا الدقة عشان أنا باحب أنا أعمل الدقة بإيدي. طبعًا عملت دقة السمك وقُلت هاطلع أنا أشوي السمك. ماشي يا حبايب قلبي، دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. أنا واقفة لها في المطبخ كل شوية أقول لها اغسلي الرز حلو، تقول لي حاضر، اغسلي الرز حلو، تقول لي حاضر يا أم تغريد والله هاغسله حلو، أنا عارفة إن أنتِ هتفضلي واقفة لي كده. قُلت لها آه هافضل واقفة، آه والله. ماشي يا حبايبي، ما شاء الله والله يا حبايبي كل اللي كَل من السمك اتبسط منه. والله يا حبايبي إخواتي هم اللي بيخلّوني أشتري لهم السمك، بيقولوا لي أنتِ بتجيبي السمك حلو أوي. طبعًا أنا باعرف السمكة إزاي، السمكة اللي راسها صغيرة، السمكة اللي بتبقى مبطرخة وبطنها مليانة، هي ديّة اللي بتبقى السمكة الحلوة، اللي ضهريتها تخينة ديّة واللي راسها صغيرة، مش اللي هي طويلة، دي بتبقى سمكة مش حلوة. ماشي يا حبايب قلبي، أختي، أم ميدو، أي حد عزيز عليَّ أنا اللي باجيب لهم السمك، يقولوا لي أنتِ شاطرة في سوية السمك وأنتِ بتشتري السمك. ماشي يا حبايب قلبي، دلوقتي بقى أختها اللي بتطبخ الرز وعملت السلطة،
وأنا دلوقتي باجهّز الدقة عشان أطلع أشوي السمك فوق على السطح. والوقت بقى بتنزل بمعلقة ملح، المَيّة أمّا تغلي هتنزل بالرز، وأنا دلوقتي كنت جهّزت حاجة الدقة. طبعًا زي ما أنتم عارفين أنا باحب الدقة بتاعتي حمرا، ما باحبهاش ناعمة، ماشي. وبعد كده هاطلع فوق عشان أشوي السمك، عشان قُلنا هنتغدى والسمك ساخن. وما شاء الله اشتلت بنت أخويا شوية وقعدت أدلّع فيها شوية، حبيبتي حياة ربنا يخلّيها يا رب ويحفظها. ودلوقتي أختها بتعمل السلطة، ما شاء الله السلطة كانت جميلة. ربنا يا رب يراضي كل واحدة بالذرية الصالحة يا رب، ما يحرمها من حد أبدًا عزيز عليها. وطول ما أنا شايلة بنت أخويا العيال حواليّا، يا ماما همت عايزين نشتري لها شوية، يا ماما همت عايزين نشتري لها شوية، ريتايل عايزة تشتري لها شوية، ومصطفى عايز يشتري لها شوية، وميدا عايزة تشتري لها شوية. قُلت لهم لأ ده هي لسه مولودة وهتتلوّح وهتعيط منكم، لأ سيبوها ليّا كده أنا هاشتري لها شوية، والله العظيم. وبعدين يا حبايبي دايمًا على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي بقى كنت خلّصت وعملت الدقة وطلعت على السطح، وشايفين بقى التغريد بقى عمّالة أصوّر لكم أجواء السطح بقى وإيه، وفي جامع جنبنا قالت إيه: "يا ماما أنا هاخده صورة." والوقت بقى باعمل السمك معاكم، كنت ولّعت الفرن وسِبته يسخن شوية. دايمًا على طول يا حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعّلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد، ويا ريت فيديوهاتي تعجبكم وأتشجّع بيكم وتدعموني وقناتي الصغيرة دي تكبر بيكم، وأنتم اخواتي وصحابي وأهلي وحبايبي، وربنا يخليكم ليّا يا رب وما اتحرم منكم أبدًا. والوقت الفرن كان سِخن ونزلت بالسمك، حطيته في الفرن وعملت سمك تاني رصيته على المطرحة وأحطه تاني في الفرن. واسيبه واهدّي عليه عشان ياخد ويدّي بشكل وِدّي، زي ما أنتم عارفين، لازم السمك كبير لازم أهدّي عليه عشان ياخد ويدّي بشكل وِدّي ماشي. ودي شكل السمك معانا، ما شاء الله السطح بقى والعيال قاعدة حواليّا واللي عايز سمك ساخن، قُلت لهم لأ أمّا الرز يتطبخ عشان ناكل سمك ساخن ورز ساخن، ماشي. أديني دلوقتي إيه باهدّي على السمك وباقرّبه من الولعة عشان يستوي براحته، اللي احمرّت باطلّعها واللي لسه عايزة شوية باسيبها في الفرن وسايباه براحته في الفرن. والوقت دي شكل الدقة معايا، السمكة اللي احمرت باطلّعها وما شاء الله كانت الدقة جميلة، بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه. لو أنتم قريبين مني يا حبايبي كنت قُلت لكم تعالوا اتغدوا معانا. والوقت بقى عمّالة إيه، أعمل السمك في الدقة وكان جميل، كان بيشرب من الدقة وأرُصّه على الصينية، عشان ما شاء الله كنا جايبين كمية حلوة، قُلت أجيب حاجة واسعة وأرُصّه على الصينية معانا، اللي بيحمَر باعمله في الدقة وبعد كده أشوف اللي في الفرن. وأديني قاعدة ما وراييش حاجة، قاعدة والعيال قاعدين معايا على السطح وما شاء الله كان سمك جميل. طبعًا وأنا باشوي السمك ما باستعجلش عليه، باسيبه براحته عشان يستوي وياخد ويدّي بشكل وِدّي، أسيبه براحته يشوي براحته وأدّي له حقه في الشوية عشان يبقى حلو، ماشي. ودي شكل السمك معانا ومش هانزل خالص إلا أمّا أخلّص السمك، والوقتي يعتبر خلّصت السمك ودي شكل السمك معانا، ما شاء الله بألف هنا لكل اللي كَل منه. ونزلنا نزلت لقيت السلطة اتعملت والرز اتعمل وفرّغنا الأكل واتغدينا والحمد لله. كان غدا جميل، شايفين شكل السمك معانا؟ ما شاء الله. طبعًا أنا معروفة بشوية السمك، بشِرا السمك وشوية السمك. واتغدينا والحمد لله وشربنا شاي، وتلاقيت أيمن بيقول لي: "تعالي يا ماما ده بيعملوا زينة تحت." قُلت له: "اسكت." قال لي: "والله ما ماما بيعملوا زينة." قُلت له: "خلاص أنا نازلة." خدت تغريد ونزلت وأيمن وقُلت هاعمل معاهم شوية، وما شاء الله المدخل دي كان مليان زينة للآخر، ما مشيتش إلا أمّا لقيتهم خلّصوا، ما شاء الله كان مليان. طبعًا أنتم عارفين اللي هم بيلمّوا من الشارع وكلّهم لازم يطلعوا يعملوا في الزينة، والمدخل ده بتاع ننتِ زكية، ربنا يخلّيها يا رب ويدّي لها طولة العمر. وكل 100 سنة وهي طيبة، وما شاء الله كل واحدة واقفة ماسكة حبل وبتعمل فيه، وأنا بقى واقفة أعمل معاهم. طبعًا المدخل مليان عشان كل اللي في الشارع هم لامين من اللي في الشارع، وطبعًا لازم اللي لامين منهم يطلعوا يساعدوا، ما هي إيد على إيد بتساعد، وأنا من ضمن اللي كانوا واقفين وعمّالة أعمل معاهم. ما شاء الله كان يوم جميل والعيال فرحانة، ودي يقول صوريني يا ماما همت، ودي يقول صوريني يا ماما همت، ودي يقول صوريني، وعمّالين العيال واقفين حواليّا عمّالين يقولوا صورينا، صورينا. قُلت لهم ماشي، هاخلّص وبعد كده هاصوركم. الوقت اتلجت أهي، والوقت ميدا جاية ودي تقول صوريني ودي تقول صوريني والعيال فرحانة، ما شاء الله ربنا يخليهم ليا يا رب وما تحرم منهم أبدا. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، ما يدخل عليكم حاجة وحشة أبدا، ويخش عليكم رمضان بالهنا والفرح والسعادة. يوميها أنا بِت ما روّحتش، يوميها بِت مع مرات أخويا، اتأخرنا عما خلّصوا الزينة وما روّحتش والله.
قُلت لها: "خلاص أنا هابات معاكِ." وطلعت وبِتّ معاها وما شاء الله. شايفين؟ أنا الوقت عمّالة أعمل مانيش عارفة، كل شوية اللي أعملها تتقطع منّي، قعدت أبُص لهم عشان أتعلّم منهم، ودوّة أحمد ابن أخويا ربنا يخلّيه يا رب ويبارك فيه. العيال بقى فرحانة والشارع مليان عيال وسهرانين، قُلت لكم فضلوا للساعة 03:00 والله ما هتصدقوني، والعيال فرحانة ومبسوطة أوي، وكانوا مشغّلين أغاني رمضان كريم وفرحانين أوي، ما شاء الله. والوقت تغريد قالت لي: "خدي يا ماما أنتِ صوريني شوية عشان أعمل زيِّك." يوميها ما روّحتش، بِت مع مرات أخويا فوق، قُلت لأ، هاروّح الساعة 14:00 أروح فين، والّا الساعة 13:00 أروح فين، لأ خلّيني هاطلع أبات فوق. بقيت بِتّي فوق بقى وتغريد قالت لي: "يا ماما صوريني وأنا باعمل الزينة." بقت برضه تبُص وتتعلّم وتعمل زيّها، والعيال كتير ما شاء الله ربنا يخلّي العيال في المدخل وأهاليهم في المدخل ما شاء الله، وآدي بقى كل شوية صوريني ودي يقول صوريني، كنت مشغّلة كده كل شوية واحد يقول لي صوريني، قُلت لهم حاضر. طبعًا يا حبايبي لو أول مرّة بتشوفوني دي قناة يومياتي أنا وماما، ويا ريت قناتي تعجبكم وفيديوهاتي تعجبكم، وأتمنى تدعموني ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعّلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد، ويا ريت فيديوهاتي تبقى خفيفة على قلبكم، ما تنسوش يا حبايبي دايمًا على طول زي ما أنا قُلت لكم نصلّي على النبي ونذكر الله، ودي ميدة بنت أخويا ما شاء الله كل شوية صوريني يا ماما همت، صوريني يا ماما همت، أقول لها حاضر هاصور، ودي للساعة 01:00 شايفين منظر الشارع؟ ما شاء الله الشارع كان مليان، الفرح حلو يا حبايبي، الفرح حلو، ربنا يخليكم ليّا يا رب ما تحرم منكم أبدًا، وكل 100 سنة وأنتم طيبين، مع